لو انت كنت بتقارن نفسك باللي كنت عليه زمان هتخسر كتير. ما تجيش تتمرن 3 شهور من سنتين 3 وتقول انا كنت وحش زمان، فين ايامك يا هركليز وفين الطاقه؟ ما هي الطاقه لو كانت موجوده من زمان ما كنت كملت يا حبيبي. فلح بس تقول انا لو خبطت راسي في الحيطه افلقها. الحيطه مش راسي. والعكس برضه، يعني لو كنت اتمرنت فتره طويله زمان وبطلت لظروف معينه، زي ان كان عندك لا قدر الله اصابه خطيره او مرض معين. الواحد يا صديقي لما يكون عنده صحه وجسمه يخونه حاجه صعبه جدا، فتيجي تقول انا كنت واحد تاني ودلوقتي هبتدي من الاول. احب اقول لك يا صديقي اللي انت هو انت ما اتغيرتش، انت عندك اشارات عصبيه مش ناسيه اللي انت عملته زمان، وعضلات بتقول لك انا جاهزه بيه جربني. فانك تقارن نفسك باللي عملته زمان مع اول تمرينه ليك وانت لسه راجع تهدم نفسك. وما تنساش يا صديقي كل يوم تحمد ربنا على النعمه اللي هو مديها لك في صحتك. واحب اقول لك يا صديقي ان الرياضي الحقيقي ما بيقطعش من التمرين لفتره طويله لاي ظرف مهما كان، الا الحاجات اللي انا قلتها لك زي المرض او حادثه لا قدر الله. فاهتم بتمرينك واكلك ونومك، ويا بيه اعمل لي كومنت وشير ولايك عشان تشوف اللي جاي جديد. سلام.